السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما فيش حديث في الشارع الرياضي المصري اليومين دول واخد الأضواء أكثر من العرض المقدم من نادي الشباب السعودي لأحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك. 6 مليون دولار عرض مبدئي نادي الزمالك و10 مليون دولار لأحمد سيد زيزو في 3 سنوات. طبعا ليا وجهة نظر في الموضوع، يعني عن كل عنصر من العناصر اللي في الموضوع والقصة دي. نبدأهم بالأندية المصرية. أنا وجهة نظري إن أي نادي مصري يجيله عرض للاعب عنده من النادي السعودي ويوافق فورا، ما يفكرش مرتين، لان فرق الارقام الشاسعه اللي بياخدها اللاعب المصري في الدوري المصري، ياخد له 20 مليون، ياخد له 15 مليون، اكتر شويه اقل شويه، وبين الارقام اللي هتجيله في الدوري السعودي او اللي بتجيلهم فعلا، فرق شاسع، فرق السما من الارض. احنا لو خدنا مثال احمد سيد زيزو اللي هو اعلى عقد في الدوري المصري، بياخد 30 مليون جنيه في السنه من نادي الزمالك، ويعني ما بياخدهمش بانتظام، لسه ليه فلوس عن السنه اللي فاتت واللي قبلها. بياخد 30 مليون جنيه في السنه. طب هو جاي له عرض من الشباب السعودي انه ياخد 120 مليون جنيه في السنه. انت متخيل الفرق؟ يعني هو لو بياخد فلوسه بانتظام وياخد فلوس 30 مليون جنيه في السنه من نادي الزمالك، فبياخد له 90 مليون جنيه في 3 سنين. هو جاي له عرض 100 مليون دولار، يعني 400 مليون جنيه من الشباب السعودي. شايف الفرق الرقم عامل ازاي؟ 310 مليون جنيه فرق. انت متخيل؟ طيب، فانا وجهه نظري ان اي نادي يجي له لازم يوافق، لان انت لو ما وافقتش بمزاجك اللعيب هيجبرك ان انت توافق. انت مش تقدر تقعد لعيب وتلعبه غصب عنه وهو عينه ودماغه مع الارقام اللي جايه له دي. هيجبرك زي محمد شريف كده كمثال برضه. انا مش بتكلم عن نادي معين، انا بتكلم كحاله. محمد شريف جاي له عرض من الخليج السعودي، واجبر النادي الاهلي انه يوافق، والنادي الاهلي شايف انه من مصلحته انه يوافق، لسبب ان محمد شريف ممكن في يناير يبقى فري ويمضي لاي حد. فقال لك بدل ما يمشي كده، لا استفيد منه. وفعلا النادي الاهلي استفاد منه $1,700,000 دولار. نفس الكلام لحمدي فتحي لما راح الوكره القطري. حمدي ضغط لغايه ما الاداره وافقت. شاف انه عنده كبر في العمر وفرصه ان تجيله ياخد ارقام مش هيعرف ياخدها لو قعد 30 سنه في الدوري المصري، فاجبرك ان انت توافق. خلينا نتكلم كل حاجه بمسمياتها طبيعيه. انت مش هتقدر تجابه الارقام اللي جايه. فكره ان اللعيب يقعد ويفكر في النادي ومصلحه النادي، ده يبقى لعيب في المليون. ده يعمل له تمثال ذهب قدام النادي، قدام النادي بتاعه يعني. لكن اي لاعب هيفكر في الارقام الضخمه، وهيفكر في المستوى التنافسي واسامي اللعيبه الكبير اللي هيلعب، يا اما يلعب معاها يا هيلعب قدامها. يعني انت بتفكر اللعيب المصري ده بيفكر في دماغه هاخد فلوس جامده جدا، اضواء اعلاميه، وهروح كمان العب قدام نيمار ورونالدو وكانتيه وبنزيما ورياض محرز فيرمينيو وفابينيو، ولسه هلم جره. احنا كل يوم التاني بنسمع عن لعيب تاني راح. فانت كنادي انت مجبر اخاك لا بطل، وافق واستفيد بالفلوس. كلاعب بيفكر لها فلوس ومصلحته وفرق الفلوس وفرق العمله اللي بياخدها، فطبيعي انه يروح. زي ما قلنا الاسامي ادي عنصرين المحليين. نتكلم بقى هناك. وجهه نظري ان اي لعيب اوروبي بيروح الدوري السعودي هو لعيب غير الفلوس الكتيره اللي هياخدها او فرق الفلوس اللي هياخدها، هو لعيب بيفكر يقضي اخر ايامه في راحه، اخر ايامه الكرويه في اجواء مريحه، بسخ، اضواء اعلاميه كبيره جدا، اجواء احتفائيه واحتفاليه كبيره جدا. مش مطلوب منه المستوى التنافسي اللي كان بيقدمه في اوروبا، هو مش موجود هناك الكلام ده. اللعيب لما كان بيلعب في الدوري الانجليزي او الدوري الفرنسي او الدوري الالماني او الدوري الايطالي، حده التنافس اللي موجوده من الفرق دي والاسامي الضخمه للفرق دي، مش مطلوب منه الكلام ده في الدوري السعودي. الدوري السعودي الموضوع اتقلب هناك لاجواء احتفاليه وصخب واحتفاء مبالغ فيه من الانديه باللعيبه اللي بتجيبهم. فبقى المنافسه على الصفقات مش على الالقاب. كل نادي بيفكر اجيب صفقه اهم من النادي التاني. وانا من وجهه نظري المتواضعه حبا في الاخوه السعوديين، يعني شايف ان ده الموضوع ده مش هيستمر. يعني فكره طبعا الكره السعوديه هيجنت كره القدم السنه دي، لكن انا شايف الموضوع مش هيستمر كتير. فكره انت بتستقطب كل النجوم دي، وفاكر انت طب والمنتخب السعودي انت فكرت فيه؟ اللاعب السعودي انت فكرت فيه؟ هو اللاعب السعودي هيلاقي له مكان فين وسط المهرجان من اللعيبه العالمين دي؟ هيلاقي له مكان فين؟ ابسط مثال، نادي الهلال السعودي عنده الاثنين حراس بتوع المنتخب السعودي، المعيوف والعويس. راح جاب ياسين بونو،
نجم كبير طبعا، نجم عالمي وحارس منتخب المغرب، وحارس كان حارس مرمى اشبيليه اسباني. انت جبته. طب انت لما جبته، طب والاثنين حراس بتوع المنتخب دول، ما هو ياسين بونو مش هيقعد لحد، ياسين بونو مش هيسيبها لحد. فانت الناس دي اتركنت، بقت مركز تاني ومركز تالت عندك، مش هيلعبوا الا بقى لا قدر الله في حاله اصابه ولا حاجه لياسين بونو. فاللعيبه دي يا اما هترضى بالوضع ده، وقد ايه طبعا ده بيأثر على حارس المرمى، فكره انه مبيبقاش رجله في الملعب، يا اما هتضطر ان انت تبيعهم لانديه وسط الجدول، لان فريق زي الهلال مش هيبيع واحد زي المعيوف ولا العويس او واحد منهم يعني، لا للنصر ولا للاتحاد ولا للشباب ولا للاهلي السعودي، فيضطروا يروحوا فرق منتصف الجدول، الاتفاق بقى، الفيحاء، الفرق دي، الخليج، الفرق دي، عشان يلاقي مكان. فانت ضربت مركز حراسه المرمى في المنتخب السعودي. ونفس الكلام على بقيه اللعيبه اللي مش هيلاقوا مكان وسط اللعيبه المحليين، مش هتلاقي مكان وسط اللعيبه العالميين اللي هتلعب في الفرق دي. هتقعد رونالدو لمين؟ هتقعد بنزيما لمين؟ كانتيه لمين؟ هتقعد مين لمين؟ انت بس خدك الموضوع والاجواء الصاخبه والاحتفاليه دي، وفكره ان انت عندك حب، او يعني وصل عندك الموضوع فكره ان انا اقدر اخد اي حد من اي حته، بصرف النظر عن ان انت بتفكر في المصلحه القوميه بقى للمنتخب واللاعب السعودي. فكره بقى ان انا عايز اجيب محمد صلاح، انا عايز اعرض على دي بروين، انا عايز اشوف ووكر. موضوع بقى تنافس صاخب على الصفقات، كل يوم في صفقه، كل يوم نادي بيفكر في لاعب، كل يوم نادي بيفكر في لاعب، كل واحد عايز يجيب لاعب اكبر واهم من اللاعب اللي النادي المنافس خده، بصرف النظر عن التاثير. يعني احنا قاعدين شايفين النصر السعودي مدجج بالنجوم دلوقتي، في كريستيانو، في كانتيه، في فابينيو، كذا لاعب، ولسه هيجيبوا تاني ناس. ومع ذلك الفرقه خسرت اول مباراتين ليهم مع فرق منتصف الجدول، مره 3-0 3-1 ومره 2-0، رغم كل النجوم المدججه دي. يعني انت جبت كل اللعيبه دي ومع ذلك انت متزايل الترتيب حاليا، مع انك انت السنه اللي فاتت كنت الثاني في الترتيب وكنت عامل ماتشات كويسه جدا. انت ما بقاش تكتفي بلاعب او اتنين، لا ده انت الموضوع عندك بقى هوس الاستحواذ على النجوم العالميه، التفاخر باستقطاب النجوم العالميه. الموضوع بقى اوفر جدا. انت كان لاعب اتنين كفايه، كل فريق فيه لاعب اتنين كفايه، لكن كل فرقه هتجيب لها 7 8 لعيبه 10 لعيبه، ايه يا جماعه في ايه؟ مش للدرجه دي برضه. الدوري السعودي كده كده قبل الناس دي كان هو اقوى دوري في المنطقه العربيه، اقوى من الدوري المصري كده كده يعني، وكده كده كان اقوى دوري في قاره اسيا. ما هو الفارق؟ الفارق بس في الاجواء الاحتفاليه اللي بقت موجوده في الملاعب السعوديه، والشو اللي بقى معمول ما بين الانديه وبعضها او بين الجماهير وبعضها، فقط لا غير. لكن قوه المنتخب ما جاتش في التفكير بتاعي، في التخطيط ما كانتش في الحسبان الكلام ده، او كان تفكير غلط في القصه دي. احنا بقى كدوري مصري فلنا الله. ليه بقى؟ انت كلاعب مصري زي ما قلنا في اول الفيديو، مش هيفكر مرتين وهيجبرك انه يمشي. انت بقى فكر فيها كده، الايه اتقلبت. بعد ما اللاعب المصري كان التوب ليفل بتاعه انه يلعب في الاهلي والزمالك، وانه يفكر يقضي اخر ايام حياته الكرويه في الخليج وفي السعوديه، لا بقى الموضوع الايه اتقلبت، بقى ان انت اي لعيب هيظهر عندك في الرمق لعيب كويس فورا هيتخطف. الدوري السعودي فورا هيخطفه، مش هيسيبهولك، ويبقى يجي لك بقى في اخر ايام الكرويه. يعني هو الايه اتقلبت، بعد ما كان بيروح اخر ايام الكرويه هناك، لا ده هو هيجي لك انت في اخر ايام الكرويه بعد ما يكون ترستق وعمل ثروه بسم الله ما شاء الله، هيجي لك انت بقى قضي 3 4 سنين بعد ما يكون خلاص ايه، هم هناك ما بقاش محتاجين منه حاجه. نجيب مثال تاني زي احمد حجازي، ربنا يتم شفاعه على خير، بعد ما اصيب بالرباط الصليبي لثالث مره، ايه اللي حصل؟ الاتحاد السعودي قال لك، مع انه كان كابتن الفرقه، واحد من اهم اللعيبه، واحد من اهم المساهمين في اللي خدوا الدوري، بس الكوره ما بقاش ليها قلب خلاص. قال لك ده يا عم ده جاله رباط صليبي لثالث مره وتقدم في العمر، وكده كده قاعد شهور مش هتستفيد منه بحاجه. طب اديله فلوس علاجه واعمل له العمليه واديله بقيه مستحقاته وفيها بوسه وشكرا يا احمد حجازي على الخدمات الجليله اللي انت قدمتها. فاحمد حجازي طبعا
مش هيبقى قدامه تقريبا غير الدوري المصري، لان بقيه الدوريات الخليجيه برضو هي مش هتفكر فيه، لانها خلاص برضو هم هناك دلوقتي بيفكروا في نفس اللي عمل الدوري السعودي كده، احنا نستقطب الناس الكبار. فانا اجيب احمد حجازي كبير في السن، واحد كان مصاب وارد انه يتصاب عندنا ليه؟ يعني بقى خلاص بقى في مشكله، بقى انت متوقع ان احمد حجازي ممكن تحصل له مشكله في اي وقت بسبب تكرار الاصابه. فطبعا احمد حجازي بشكل كبير يجي لك الدوري المصري بقى، يلعب يا في الاهلي يلعب في بيراميدز. فالايه اتقلبت، فاحنا بقينا لنا الله. انت كدوري مصري كمان ما عندكش اي مميزات تنافسيه مع اي حد، يعني فلوس الحمد لله مش هنعرف طبعا ننافس، لان الارقام سما من الارض. طب قوانين لوائح تقدر تعمل بيها شكل حلو تمشي بيه شويه وتبقى الدنيا متظبطه عندك وتحاول تحلها من حاجه ما عندكش. انت عندك بقى احتواء ومحسوبيات وفساد ولوائح مضروبه وبتطبق بالكيف، ومكالمات بتيجي بتعليمات، الدنيا واقعه. فانت ما عندكش اي حاجه تخليك تسلق طولك في مواجهه اي حد بصراحه يعني. فلنا الله، ما بالك انت كان عندك تنافس شويه باللعيبه اللي موجوده عندك، اي لعيب هيطلع عندك فرقه ما هتتاخد منك، فانت ما عندكش اي حاجه تخليك هتتهرس في الرجلين. ربنا يعوض علينا، ربنا يعوض علينا، ويعني ويعدي الايام اللي احنا فيها على خير. السلام عليكم.